وعندك واحد كمالة وظبطه عايزين نتغدى كشري، عايزين نتغدى كشري، هنسقف هنرقص الا يوم الكشري ده. الولاد عندي بيموتوا في حاجه اسمها كشري البيت يا جماعه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا نعمل شويه كشري كده للولاد احسن ما ياكلوه من بره. المهم جبنا شويه زيت كده يا بنات، تعالوا يلا سهللوا كده وفتحوا مخكم. شويه زيت كتار كده حلوين وسبناهم يسخنوا حلو قوي. وجبنا ايه كام بصلايه كده حلوين ورحنا ايه عاملينهم حلقات زي ما انتم شايفين كده، وحطينا عليهم معلقتين نشا كبار وظبطتهم كده ودلكتهم في قلب بعض، وعليهم ربع معلقه ملح. عايزه اقول لك ان ربع معلقه الملح ديت مع النشا هتديكي قرمشه وتسكيره حلوه قوي 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 للتقليه بتاعتك. ماشي. وبدانا ان احنا نحط شويه بشويه كده ونقلبهم في الزيت. والله العظيم ما تستصعبي الموضوع، ما اسهل منه فعلا. الكشري ده كنت هقول لكم المحشي انا نفسي في محشي. الكشري ده فعلا ما خدش منه وقت. بصي طالعه ذهبي وجميله ومقرمشه ازاي، تحفه. عايزه اقول لك انها فعلا كانت تحفه التحفه كمان، يعني بصي مسكره عسل كده. المهم خلصنا التقليه كلها وزي ما انتم شايفين كده بدانا نخش ايه على الرز والصلصه. هناخد برده من الزيت دوت ونعمل منه الرز، هيديكي طعم حلو قوي 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 في الرز. ما تقلقيش منه خالص، لا هيديكي طعم البصل ولا الحاجات دي، هو يديكي طعم حلو قوي قوي للرز. ده حاجه تانية خالص، هيوديهولك في حته تانية. المهم حمرنا الشعريه وحطينا الرز وقلبنا وحطينا سن الكمون وشويه ملح. ادي الرز بتاعنا، ما عملناش فيه اي حاجه خالص. والله يا جماعه الكشري مش متعب قوي زي ما الستات الكساله كده بتقعد تقول لك ده انا لسه هعمل ولسه هسوي. زي ما انا وريتكم كده في الاول كنت انا نقع الحمص غسلاه ونقعاه ويا دوبك حطيته ياخد غلو، على بال ما خلصت كل الحاجات ديت كان هو ايه استوى. المهم خدنا بقى للصلصه، جبنا بقيه الزيت وحطيناه للصلصه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت معلقه شطه فيه وقلبتها في الزيت. خليكي فاكره انا عملت ايه. ماشي. وبعد كده حطيت ايه الصلصه وحطيت عليها معلقه توم كبيره زي ما انت شايفه. هنبدا نحط التوابل، الملح على البهارات والكمون والكزبره. تمام كده، مش هنحط اي توابل تانية، ما فيهاش اي حاجه تانية خالص، مش محتاجين شطه تانية خالص. تمام. كنت انا حاطه الميه تسخن كله في قلب بعضه، كل ده على عين وده على عين وده على عين، وكله خلص في وقت واحد. وكنا حطينا المكرونه تستوي. تعالي بقى نعمل ايه الشطه بتاعتنا. معلقه زيت على طماطميه صغيره خالص كده، ونمسكها ايه نقلبها تقليبه، ونحط عليها ايه معلقه شطه على حبه كمون وحبه ملح، وخلاص الموضوع على كده. عملنا الشطه بتاعتنا خلاص ما فيهاش اي مشكله. بصي انت بتحطي الشطه اللي انت عايزاها بحيث تطلع حراقه قوي، تطلع مظبوطه، دي بتاعتك انت، يعني كميه الشطه بتاعتك انت. حطينا عليها هنا نص كوبايه ميه، وحطينا نص كبشه بتاع ده صلصه. حلو الكلام، عشان تدي الشطه بتاعتك لون وطعم. تمام كده. والصلصه دي حاجه اختياريه، لو انت عايزه تعمليها بالميه بس براحتك خالص، لكن هي تودي لك الشطه بتاعتك في حته تانية خالص. ويستحاله بتاع الكشري هيعملها لك كده خالص. ماشي. المهم هنسيبها تغلي غلوه، على بال ما تغلي كده كنا انا ايه حضرت حاجه الدقه. مسكت الليمون كده قطعته وشلت البذر منه زي ما انتم شايفين كده، والموضوع ايه كان خلاص. المهم هنا الشطه بتاعتنا خلصت اهي يا بنات بمنتهى السرعه. انا سبتها تغلي ما عملتش فيها اي حاجه، وحطيتها في بوله كده قدامي. جبت الكزرولة، نفس الكزرولة اللي انا عملت فيها الشطه هعمل فيها الدقه. حطيت فيها كوبايه ميه على شويه كمون وكزبره وملح وهكذا. بس كده معلقه من الثوم المفروم، الليمونتين او الثلاث ليمونات اللي انت هتحطهم حسب كميه الميه بتاعتك، وشويه ملح. خلاص كده ادي الدقه بتاعتنا. اوعي حسك عينك تحطي ملح ليمون، ده غلط كبير جدا. اولا بتاع الكشري مش هيعمل لك الدقه بالطريقه دي اطلاقا، هو بيحط عليها ملح ليمون وشكرا على كده. ربع بقى ايه كبشه من الصلصه، هي دي مهمه جدا 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 في موضوع الدقه، هتديك اللون التحفه ده والطعم اللي تحفه التحفه يعني. ماشي خلاص كده خلصنا الكشري بتاعنا. تعالوا بقى ايه نصب يا جماعه، نصبه لا نغرف. عندك واحد كماله بقى حلو كده وظبطه لنا. حطينا الرز اهو في اول الطبق زي ما انتم شايفين كده، وتعالوا بقى نحط عليه المكرونه الجميله بتاعتنا طالعه مفرفطه كده حلوه، مفرفطه دي مفرفطه كده وجميله. لو وصلت الاول لنص الطبق كده واحنا بنصب برده واحنا بنغرف الكشري بتاعنا، اديني بقى لايك وشير وقولي لي ايه رايك في الكشري، هل هو حلو، هل انت بتعمليه بالطريقه ديت. على فكره احنا عملناه قبل كده اللي هو الكشري الحله الواحده برده كان جميل جدا. اي حاجه بتعمليها في البيت بسم الله ما شاء الله بتبقى جميله. العدس ابو جبه ده احنا كنت سلقاه، ما كانش فيه اي حاجه، كنت واخداه نص سلقه كده، واوعي يعجن منك. حلو الكلام، ما تسيبوش على النار كتير، كلام جميل. المهم حطينا العدس وحطينا ايه معلقتين الصلصه كده على الوش، وبدانا ان احنا نزوقه ايه بالحمص الجميل بتاعنا دوت. بص الحمصيه زي ما هي كده، لما تنقعي الحمص بميه سخنه من قبلها بيطلع معاكي جميل وسليم زي ما هو كده. التقليه بتاعتنا اهي ورد، فعلا هي ورد. وبص
بصي يعني مش عايزه اقول لك، يلا مش هقول حاجه تاني. المهم حطينا شويه شطه كده بصوت كده على الوش، بحيث اللي عايز يكمل هو براحته يعني، عشان ايه لو في اطفال ولا حاجه. وادي الدقه الجميله بتاعتنا برده بنحط حاجات بسيطه تمام. والبيض المدحرج ده كنت انا سلقاه يا دوبك ايه دحرجته في زيت في سمنه زي ما انت عايزه بقى تمام. وادي طبق الكشري بتاعنا حطينا فيه نص ليمونه كده في النص كده وظبطناه. والدقه بتاعتنا اهي. وهنحط بوله من التقليه، بحيث ان لو عايزه حد عايزه يزود تقليه يزودها. وهنحط شويه برده من الحمص اللي عايزه يزود حمص، وشويه من العدس. حلو الكلام. ادي طبق الكشري بتاعنا. لو حابه تحمري جنبيه بطاطس مفيش مشكله خالص، اي حاجه جنب الكشري يا جماعه بتنفع. عندك طبق بتنجان حلو برده هيمشي والله العظيم، احسن من انك تشتري من حاجه من بره. والنور كان بيلعبني زي ما انتم شايفين كده، وعايز يقطع بقى يقطع ويجي ويضلمها عليا. بس برده هغرف الكشري يا جماعه. قولوا لي بقى رايكم في الكشري بتاعي، وقولوا لي عندكم هل الكشري ده هيتكلف معاكم كتير كده؟ والله ولا اتكلف معانا ولا اي حاجه. طبق الكشري دلوقتي عدى ال 35 جنيه يا جماعه، يعني عايزين نقتصد شويه. يلا بقى قولوا لي. تسلم ايدك يا منمن، وعايزين نشوف حاجات حلوه كتير. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وحطوا شير، ودعوه جميله منكم.